رجعت كليوباترا اسكندرية مع وعد بزيارة قريبة من أنطونيو لمصر، وفعلا زارها في اسكندرية، وبسرعة اتحول الحب بينهم لحب حقيقي وقوي، واتجوز القائد الروماني الملكة المصرية. وعلاقتهم أثارت غضب أوكتافيوس، لأن التحالف بين الملكة والجنرال أثار خوفه، خاصة بعد ما نجح إنه يطيح بالقائد ليبيدوس ويستولى على مكانه. فأثار على أنطونيو الشعب الروماني، وعشان يقل التوتر بين أوكتافيوس وأنطونيو سافر أنطونيو روما، وساب كليوباترا في مصر. وفي روما والأسباب مختلفة، منها دعم شرعية أنطونيو وتحقيق الاستقرار السياسي وتجسيد الوحدة بين القادة الرومان وتوحيد المملكة وضمان عدم الصراع على السلطة بينهم، اتجوز أنطونيو من أوكتافيا أخت أوكتافيوس، وبكده وصلوا لاتفاق ودي بأنه يحكم أنطونيو النصف الشرقي وأوكتافيوس النصف الغربي.